صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي بتسمعنا، وزي ما عودناكم بنجيب ليكم ترندات المتصدرة على السوشيال ميديا كل يوم، وكل الأخبار الحصرية أول بأول. فما تروحش تدور كتير أو تسأل حد، واعرف كل الأخبار من على قناتكم هنا ترند الترند. لو أول مرة تتابعني أو تشوفني، دوس إعجاب واشترك بالقناة كي يصلك كل ما هو جديد يوم بيوم. الخبر الأول معانا حصر النهاردة والمتصدر على السوشيال ميديا: تدريس المثلية الجنسية للأطفال في مدرسة بالتجمع يثير جدلا وتحرك من التعليم. الموضوع ده اللي تناولته قناة صدى البلد: اتهام مدرسة بالقاهرة بتدرس المثلية الجنسية والسر في المدارس الدولية. عضو مجلس نواب يكشف التفاصيل. واتكلمت الإعلامية في القناة مع مجلس النواب، وكان هناك جدل واسع أيضا. وأيضا قناة NBC مصر تناولت الخبر بحركة كبيرة ونشرته على موقعها، وقالت: مدرسة ألمانية في مصر بتدرس المثلية الجنسية، وأولياء الأمور عملوا بلاغ إلى النائب العام وسؤال: هي المناهج مش بتتعرض على وزارة التربية والتعليم؟ وأيضا الصين بالعربية عبر تغريدة لها على تويتر: غير عادي مدرسة ألمانية تدرس المثلية الجنسية في مصر. وقال إعلام محلي أن مدارس ران الألبانية بالقاهرة بالتجمع الخامس عممت منهج أوروبي لنشر المثلية الجنسية، وأوقار شاذة وهدامة تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم وأخلاق العربية. كما أيضا صرح بعض المغردين على السوشيال ميديا قائلين: فضيحة جديدة لوزارة التربية والتعليم. في غفلة متوقعة من مسؤولي وزارة التربية والتعليم في مصر، مدرسة ألمانية تدرس المثلية الجنسية في مصر. وقال إعلام مصري محلي أن مدارس ران الألمانية بالقاهرة بالتجمع الخامس عممت منهج أوروبي لنشر المثلية الجنسية وأفكار شاذة وهدامة. الخبر الحصر الثاني النهارده معانا هو فوز ريال مدريد، فوز ساحق بركلات الترجيح على نظيره مانشستر سيتي 4-3. اول ركله للسيتي، خوليان الفاريز فجأة لوكا مودريتش وإليكم مودريتش بعض الأهداف. الفايت ولا تنفيذ سيلفا بيلينغهام كوفاتشيتش ولونين كوفاتشيتش وضيعتها. لوكاس فاسكيز يواجه الالمان في الدور النصف النهائي. عاصفة قوية بالإمارات وسوء أحوال جوية تضرب البلاد وتسبب الكثير من الأضرار المادية. وللأسف تبدو أن الإمارات تواجه تحديات صعبة غير مألوفة مع هذه السيول العنيفة والعواصف. وفي النهاية نتمنى السلامة للإخوة بالإمارات العربية. وأيضا الترند المتصدر ضمن التواصل الاجتماعي وهو عن النجم أحمد عبد العزيز وتعامله بقسوة مع معجب من ذوي الهمم، وهذا ما أثار جدلا واسعا. وكما كانت هناك انتقادات واسعة حول الممثل أحمد عبد العزيز، هناك أيضا من دافع وقال بأنه معذور بسبب الحالة والوقت وتصدي الجمهور له في الطريق. عادي. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تراجع
لجميع الأعيرة. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3714 جنيها، وعيار 21 يسجل 3250 جنيها، وعيار 18 يسجل 2786 جنيها، وعيار 14 يسجل 2167 جنيها، والجنيه الذهب 2600 جنيها. أسعار الدولار في مصر: سعر الدولار الآن في البنوك المصرية والسوق السوداء: فسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في آخر تعاملات البنك المركزي 48 جنيها و30 قرشا للشراء، في المقابل 48 جنيها و40 قرشا للبيع. وسعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48 جنيه و3 قروش للشراء، مقابل 48 جنيه و4 قروش للبيع. وسعر الدولار اليوم في بنك مصر أيضا مساوي كما البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية. سعر الدولار اليوم للسوق السوداء 48 جنيه و78 قرشا لسعر البيع. وأسعار الحديد: سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 46 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد شاي 45 ألف جنيه للطن، وسعر حديد السويس للصلب 43 ألف للطن. بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 45 ألف جنيه للطن، وحديد الكومي 42 ألف جنيه للطن، كما سجل العشري 41 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 42 ألف جنيه، وبيانكو 41 ألف جنيه للطن. كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجرحي سعره 43 ألف جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 46 ألف جنيها، والجيوشي سعر 42 ألف جنيها، والمراكبي سعر 43 ألف جنيها.